نفس نسخة 21 في نفس المكان، تقريب في نفس الزمان. مباراة كأس العرب 2021. اللاعب بولبينا، عادل بولبينا، خطيرة والدفاع السوداني والركنية الأولى. الجزائر تعمل سيناريو على الورق منتظر جدا. لما تكون انت مؤهل على الورق يلزم تأكدها بالميدان. هنا في قطر تمشي كرة خطيرة للمنتخب الجزائري. الإقلاع في الشوط الأول، كرة جزائرية خطيرة والحارس يتصدى منجد النيل في اللقب عربي للخضر. التسديدة الأولى والمحاولة الأولى. تلعب الكرة لمنتخب الجزائر فمش فاول. نعم في فاول، خطأ ومخالفة لصالح رقم 14 بن دبكة، لاعب مخضرم من الاسماء المعروفه في الكره الجزائريه. تمشي كره لمنتخب الجزائر، كره على القائم الثاني خطيره، العنوان الاول لهدف اول. لقيت الغصن الاخضر من يدي، وتلك الايام في السبعينات كانت الكاس والراسيه لهدف والكره برا. كانت الكاس نظمت 3 مرات، 72 بغداد، 73 في تريبولي الغرب في ليبيا. الكرة السودانية عرضية، يلعبون كرة منطقة الجزاء ومرت سلامات، ترجع كرة جزائري، يحاول بن دبكة وصل كرة يدخل منطقة الجزاء خطيرة، ولكن في خطأ، في فاول. الحكم المصري يقول مخالفة للمنتخب السوداني بطل افريقيا عام 70. شوف الكرة ممتازة، هذه أول مرة أنا شفتها في حياتي. مارادونا أظن ضد السلفادور أول ما جر في إسبانيا في ضغط متواصل. هذا الضغط الشرس المطلوب في كرة القدم، ولكن يتطلب لياقة بدنية. هذا على فكرة لعبت به سوريا، لعبت به فلسطين أيضا. كان مقلق جدا للمنافسين اللي قدام. يستدرج المنتخب السوداني، يلعب مرتدى بولبينا، عادل بولبينا، والكرة خطيرة والركنية، ركنية للخضر، أول فرصة في المباراة. كرة من غربال عبد الرحمن وخطيرة للجزائر، ملعوبة خطيرة، فرصة والحارس يتعملق، ضيع الكرة رضوان بركان، لاعب الوكرة في الدوري القطري دوري النجوم. يا رضوان، هذا هو الحارس اللي كان اساسي، منجد النيل. البطولة 0-0 الشوط الأول. ترجع كرة خطيرة وهز الشباك، أو منتخب الجزائر. ورا من منتخب الجزائر خطيرة الكرة ثابتة، وتمشي الكرة عن طريق الزياية عن طريق بنزية. خطأ لمنتخب السودان بصافرة المصري أمين عمر، وانذار كرة أصفر.